أهلا بكم. منتخب المغرب للقاعة يفوز وديا على أوزبكستان. جدد المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة فوزه على منتخب أوزبكستان بعد أن انتصر عليه في المباراة الودية التي تجمعهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورية بنتيجة 6-4. وكان المنتخب المغربي قد فاز يوم أمس الاثنين على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-4. وكان المنتخب المغربي قد فاز يوم أمس الاثنين على منتخب أوزبكستان بنتيجة 4-3. وسجل أهداف المنتخب المغربي في مباراة اليوم الثلاثاء كل من أنس العيان هدفين، أنس البقالي، سفيان مسرار، رضا الخياري وسفيان شعراوي. جدير بالذكر أن هاتين المباراتين الوديتين تدخلان في إطار استعدادات الأسود للاستحقاقات المقبلة. وفي خبر آخر، كأس ملك إسبانيا يقلق وليد، قد يكون ياسين بونو ويوسف النصيري لاعب إشبيليا إضافة إلى منبر الحدادي لاعب خطافي آخر الأسود الذين سيلتحقون بصفوف المنتخب المغربي في معسكره القادم استعدادا لنهائية كأس العالم، على اعتبار أن نادي إشبيليا وخطافي سيخوضان مباراة الدور الأول من إقصائية كأس ملك إسبانيا يوم الأحد المقبل، حيث سيحل إشبيليا ضيفا في الأرض ويحل خطافي ضيفا على سان روكي. المباراتان تبدوان في متناول إشبيليا وخطافي على اعتبار أنهما سيواجهان فريقين من أندية الدرجة الصغرى، لكن غير معروف إن كان سيشارك فيهما اللاعبون الدوليون أم لا، ففي حالة مشاركتهم سيشكل ذلك قلقا للمدرب وليد الركراكي بالتأكيد. دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله.